هو سيد، ما اعرفش حد غيره، بعرف ان دول اخوات، فاجئت ان ده مش ابويا ودول مش اخواتي، وانا ليا اب تاني وليا اخوات تانيه. كانت مساله صعبه جدا. كانت امي بالنسبه لي هي ابويا، هي اختي، هي صاحبتي، هي بنتي، هي كل حاجه في حياتي. انا ما حسيتش بالفقدان لان هي كانت مكمله كل ده جوايا. هما اتنين كانوا في حياتي اهم من اي حاجه، امي نمره واحد وشغلي نمره اتنين. بعد كده بيجي بقى اجيب بيبي ولا ما اجيبش، كان نمره ثلاثه. انا بحب الاطفال جدا جدا، انا عارفه ان لو جبت طفل هقعد في البيت. دلوقتي انا بندم، الدنيا كانت سرقاني كتير قوي في حاجات كتير. اي ست في الدنيا بتتجوز بتبقى عايزه تعيش وتستقر. انا عناديه جدا، عصبيه شويه الى حد ما. الثوره عملت كتير جدا. ينزع الملك ممن يشاء. كناش نفكر في يوم من الايام انك انت هتشوفي مخلوع سجن وفرع. في لما ربنا بيعمل لك حاجه لمبه كده تنور في عينيكي كده، قلت لا، حجاب والتزام، مش عايزه حاجه خالص. فرحانه بالتزامي وبحجابي، بقول يا رب كده لغايه ما اموت. الجوكر. وصلنا دلوقتي لفقرة الأسئلة السريعة والإجبارية، والإجابة عليها بتكون نعم أو لا، وعليكي إنك تجاوبي على أكبر قدر من الأسئلة في دقيقتين. وخلي بالك ما استخدمتيش كارت الجوكر، لو حابة تستخدميه في الفقرة دي أوكي. هستخدمه إن شاء الله. زمان كنتي طايشة؟ طايشة؟ ولا لأ؟ بتصعب عليكي نفسك أحيانا؟ ممكن ترجعي للسينما بعد ما رجعتي للتلفزيون؟ لا. هل زارك الحنين للنجومية بعد اعتزالك؟ رجوعك للفن كان قرار سهل؟ لا. هل استعنتي برأي إحدى الشيوخ قبل عودتك للفن؟ هل أجريتي أي عمليات تجميل؟ لا والله العظيم 3. أنا طول عمري تخينة وبخدود. استخدم كارت الجوكر هنا. أنت طول عمرك زي القمر، تاتشود يعني. بتجاملي أحيانا على حساب نفسك؟ كتير. هل حياتك تصلح أن تكون عمل فني؟ بس مش هعملها. ولا لا؟ صراحتك جارحة؟ لا، أنا مجاملة شوية. أنت ست بيت درجة أولى؟ لا. لا، نص نص. ولا لا؟ لا. بتكدبي أحيانا؟ بتحبي الدلع؟ قوي. تخافي من الحسد؟ لا. حاسة بالأمان؟ تعملي حساب الزمن؟ عنيدة؟ جدا. ليكي أصدقاء في الوسط الفني؟ مش كتير. لا. لا. بتتابعي السينما والحركة الفنية؟ بتحسي بالوحدة أحيانا؟ خسرتي فلوس كتير؟ جريئة لدرجة كبيرة. طب نستخدم كارت الجوكر؟ كارت الجوكر استخدمه بقى خلاص. اتفضلي. طيب، شغلتنا دي اللي بتاخديه طبعا مش زي الاجور بتاعت دلوقتي، انما الاجور اللي كنا بناخدها كنا يعني ما تكفيش الميك اب اللي بنجيبه، ما تكفيش الاكسسوري يعني كنت بتصرفي على الفن مش طبعًا الفن اللي بيصرف طبعا كنت بصرف كتير جدا. وبعدين ما تنسيش ان الحياه برضو مستلزماتها، لازم انت بتعيشي في مستوى معين، وليكي عندك عيله، عندك ناس، عندك يعني في مش ما بصرفش، بصرف كتير، وانا اصلا مصرفه. ونكمل باقي الاسئله. تحبي ترضي كل الناس؟ أخطأتي كتير في حق سهير رمزي؟ عندك أحلام ضاعت؟ ممكن تكوني نكدية ساعات؟ قوية؟ لا. مستقرة؟ عندك نوع من الاستغناء؟ حسيتي إن المخرجين حاولوا يستغلوا جمالك أكتر من موهبتك؟ وانتهت أسئلتنا. هنروح حالا لتصويت الجمهور ونشوف مؤشر المصداقية كام في المية المرة دي. بالسريع اللي حصل. توقع كام في المية قبل ما المؤشر يطلع؟ أنا عايزة أعوض ال10 اللي فاتوا. نعوض ال10 اللي فاتوا. نشوف كده المؤشر أول ما يطلع، وإن شاء الله تكون التصويت أعلى من المرة اللي فاتت. أهو بيعلى. شفتي؟ أيوه 100%. 100% من جمهورك مقتنع بإجاباتك. الحمد لله. أظن مفيش أحلى من النتيجة دي. شفتي إزاي؟ شفتي الواحد لازم يحبهم عوضنا الفقرة اللي فاتت. اسمحي لي بقى نروح لفاصل ونتواصل مرة تانية مع جوكر حلقتنا سهير رمزي، ونرجع لكم مرة تانية. استنونا.